السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في مطبخ ست الكل. والنهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة، هي طاجن البطاطس بالسجق. اكلة سهلة مش هتاخد منك وقت ان شاء الله. معانا هنا طاسة هنشوح السجق بتاعنا، حطيت معلقة زيت. بعد كده هنحط السجق بتاعنا، ده سجق بيتي انا عاملاها، هبقى انزل لكم طريقته. هنحطه يتشوح كده ياخد صدمة، واول ما يحمر هنقلبه على الوش التاني زي ما احنا شايفين كده اهو. كل السجق بتاعنا اتشوح. معانا هنا بقى الطاجن بتاعنا، انا مقطعه طماطم وبصل وفلفل رومي. هنحط عليه ملح فلفل اسود وحبهان مطحون. هندعكم كويس جدا. وبعد كده هنجيب البطاطس بتاعتنا، مقطعين بطاطس مكعبات. هنقلب البطاطس بتاعتنا كويس بالخضار اللي احنا قطعناه. بعد كده هنحط مكعب هريسة من اللي احنا عاملينها. هنجيب معانا هنا كوباية مية، هنحط مكعبين مرقة ومعلقة ونص صلصة طماطم ومعلقة سكر، وهنحط مية مغلية. هنقلبهم كويس جدا وهنحطها على الطاجن بتاعنا. طبعا لقيت محتاجة مية تاني، هجيب المية المغلية وهزود لحد ما اغطي الطاجن بتاعي. هنقلب كده، هنحط معلقة زيت ومعلقة سمنة وهندخل الطاجن بتاعنا الفرن. طبعا ناس كتير تقول انتي ما حطيتيش السجق، لا انا بحط الطاجن احطه في الفرن يغلي شويه، يعني ياخد نص سوا، عشان طبعا السجق بتاعنا مشوحاه فهو يعتبر استوى 3/4 سوا، فمش عايزاه يدخل الفرن مع البطاطس من الاول ويتهري. فانا بعد بس ما غلي الطاجن معانا اهو، هحط السجق بتاعي وهقلبه وادخله الفرن يكمل سوا. الطاجن بتاعنا هنا بقى بعد ما استوى، بصوا الجمال وريحته تحفه، مع حبه رز بالشعريه مع الليمون المخلل، واكله تحفه. شايفين الطاجن وجماله؟ بجد لازم تجربوه. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس، واشوفكم في فيديو